بيكم في الحلقة التانية في سلسلة ابني خلص الحروف أخليه يقرأ إزاي. أخدنا في الحلقة الأولى إن هو المفروض يعرف أول حاجة الحروف الأنانية، الحروف اللثوية، الحروف المفخمة والمرققة، والحروف المتشابهة في النطق وفي الشكل. تاني حاجة حركة الفتح إذا كان كلمات وجمل يعرف يقرأ عليه، وبرضه حركة الكسر هكذا كلمات وجمل، حركة الضم كلمات وجمل، برضو ياخد السكون والمدود. وانا مفيش مشكلة بدأتي بالسكون او بدأتي بالمدود عادي اللي يريحك انتي وشغلك. سابع نقطة بياخدها معاكي الشدة، بياخد الشدة، يعرف تحليل الشدة، يعرف ازاي يقرأ الشدة صح، ده كله هيسهل عليكي بعد كده. تامن نقطة التنوين. تاسع نقطة والأخيرة اللام الشمسية والقمرية. لو خلصتي كل ده يبقى انت خلاص المفروض ان ابنك يكون بيعرف يقرا بيرفكت باذن الله. لو ابنك ضعيف في القراءه اكتبي لي تم في الكومنتات علشان ابعت لك الفيديو اللي تشتغل بيه مع ابنك، هيسهل عليك القراءه ويسرع القراءه عنده بنسبه 99% و9 من 10. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعمل لايك وشير وكومنت عشان يوصلك كل جديد. باي باي.